قاعدة ولا بيا ولا عليا، لقيت البت شيمو صاحبتي بتتصل بيا تقولي قومي انزلي دلوقتي، كوكو عامل عروض ايه عظمة. قلت لها كوكو عامل عروض؟ قالت لي يلا نروح ونجرب، هما اللي بيروح احسن مننا؟ قلت لها لا طبعا. رحنا بقى ودخلنا ولقيناهم عاملين عروض حلوة قوي. جبنا شوية حاجات حلوين، والبت صفا بتقول لكم اعملوا لايك وما تنسوش اللايك. وقلت اصور نفسي كده جنب المقشات يا ولاد بقى. اه، واخد بقى ايه اللقطة جنب المقشات. خدوا بالكم بس ان انا مصورة جنب المقشات، سبت كل حاجة في المحل وصورت جنب المقشات. ما علينا. المهم بقى ايه، البت شيمو كانت عمالة تضحكني اوي والله يا جماعة، لانها ما كانتش عايزة تظهر معايا. قلت لها والله هحط على وشك منشن، وربنا هحط على وشك منشن، مش هخلي حد يعرفك يا بت. عايزة اقول لكم ان انا كنت مفكراه ان هو يبقى زحمة وكده، لقيته قلت لها ده ما عامل عروض، يلا بينا نروح على كوكو. ادي كوكو اند اس يا جماعه، واول مره اروح المحل بتاعهم. المعرض يعتبر بتاعهم، هو معرض كبير قوي كده من جوه، واول مره اروحه. بس البت شيمو هي اللي شجعتني. هيبقى زحمه ومش هنعرف نجيب حاجه وهنخرج. لا، عرفنا نجيب حاجتنا كويس ولقينا حاجات حلوه قوي وعروض حلوه. عارفه، حاسه ان انا بعمل اعلان للمكان بس مش عارفه فيه ايه. بس ما خدتش اي حاجه وخلاص، الحاجه اللي انا هستخدمها اللي خدتها بس. وخلاص خلصنا يومنا وروحت بقى. وشيمو قالت لي هطلع الحاجة لانها هي قريبة مني يعني، فقالت لي هطلع الحاجة وهطلع لك. قلت لها ماشي، لان احنا كنا جايبين غدا معانا. بس بصراحة الغدا اللي احنا كنا جايبينه كان نفسي 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 ناكله في الشارع. بجد كنت عايزة اقعد كده في الشارع وناكله بصراحة يعني. بس ما عرفناش ناكله في الشارع، فقلنا خلاص هنروح ناكله في البيت وبس. بس كده. هو بقى كان جات عشان خاطر ناكل، عشان احنا يعتبر ما كناش فطرنا اصلا. وبعد ما جت بقى ايه، طلعنا بقى عشان ناكل الكشري اللي احنا جايبينه. انا وهي اللي جايبين الكشري يعني، ولا هي عزماني ولا انا عزميها. هي جابت على حسابها وانا جبت على حسابي، بس عشان ايه يبقى الكلام واضح وصريح. فالمهم ايه، قعدنا بقى اكلنا الكشري، وكان نفسي قوي ناكله في الشارع. كنت عايزه ارجع ذكريات زمان وايام زمان لما كنا ايه، يا ولاد اطفال كده، ونخرج من المدرسه ندب الكشري في الاكياس. والله نفسي راحت قوي ان انا اكل كشري في كيس، يعني على طول بناكله في المحل، بناكله في العلب وكده. نفسي راحت ان انا اكله في الكيس زي ايام زمان. بصوا بقي. اه يا عيني، لا عماله لغ لغ. اه، انا والله العظيم عماله اضحك على نفسي طول ما انا بمنتج. انا غريبه اقسم بالله. لا بصراحه كان نفسي فيها قوي 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 ان انا اكل الكشري في الكيس كده ايام المدارس يا جماعه، ايام المدارس. ايام حلوه والله العظيم. البت كانت جايبه الميه، البت شيمو كانت جايبه ميه معاها، لكننا احنا ما عندناش ميه. اقول لها يا بنتي انت جايبه ميه معاكي ليه؟ تقولي اصل احنا كنت مفكره ان احنا هناكل في الشارع فعشان كده جبت ميه معايا. قلت لها ماشي ما علينا. بس والله غلبانه، والله العظيم غلبانه. غلبانه وبتحبني. ربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب. المهم ايه، قعدت بقى اكلت وكده. وبعد ما اكلنا كنت جايبه للبيت صاصه المصاصه، لعبه كده حلوه. واحنا هناك في المعرض معاكم دلوقتي وهتشوفوا اللعبه دي عامله ازاي. ماما انا عايزه اللعبه دي. قلت لها والله يا صفا ما كسر لك كلمه وهجيبها لك، لانها بصراحه عجبتني انا كمان، يعني اللعبه عجبتني فلقيتها حلوه ومسليه بصراحه. فقلت لهم خلاص هجيبها لكم، هجيبها لك العبي بيها انت وانس. وقعدنا بقى نركبها انا وشيمو والبت صاصه، وقعدنا نلعب بيها احنا التلاتة، انا وشيمو وصفا. قعدنا نلعب بيهم احنا التلاتة. شوفوا بصوا يا لهوي، احنا اطفال قوي اقسم بالله، ده احنا اصغر من العيال والله العظيم. هي كمان شيمو بقت مبسوطه قوي وتقولي الله لعبه حلوه. وبعد كده بقى وقعدنا يجي 5 دقايق كده نلعب بيها. نزلت بقى، وانا قلت افرجكم على الحاجه واحده واحده كده. المصفى اللي انا جبتها دي مكتوبه اول واحده اللي هي لونها ايه، فوشيا، مكتوب عليها 30 جنيه، خدتها ب10 جنيه في العرض اللي هي دي. والمصفى اللي هي مش مصفى، الطبق اللي هو شكله شكل رسمة ورد كده، ده بتحطي فيه فاكهة عيش اي حاجة من دي، ب10 جنيه.
والواحدة من دول ب5 جنيه، مكتوب عليها 20 جنيه حاجة زي كده، ودول مكتوب عليهم 50 جنيه. خدناها ب10 جنيه بحاجة و20. العلب دي مكتوب عليها 40 جنيه 50 جنيه، خدناها بحاجة و20. الكوباية دي ب10 جنيه. جبت واحدة لأنس واحدة لصفا، بلاستيك حلو جدا جدا. دي مش عارفة بكام بصراحة. جبت الفوط دي ب25 جنيه، هم 4 أو 5 حاجة زي كده، 5. وجبت بقى منظفات من عندهم بردك. جبت ستريس دوت، والله العظيم انا جايباها من شهر كده ب75 جنيه، جبته من عندهم ب50 جنيه. ملمع الازاز ده بردك كنت جايباه من شهر كده ب45 جنيه من عند بتاع المنظفات. جبته من عند كوكو، جبته ب20 جنيه واحد وعليه واحد، يعني شوفوا العرض تحفة. وخدت الدوني ده هدية، يعني ادوني على الستريس والملمع الازاز دوني انا هدية. ايه اللي مشاني وراك؟ ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي، فقرتني وجبت لي الفقر. ايوه انا اللي غلطان.